مزمل فقيري كلمة كتل منا ملف ما كتل منا ملف. دير نقول لكم حاجة، مزمل فقيري ده هو اللي قاعد بيقتل ملف البنات ذات، ودير يجيب له دليل إنه يوري الناس إنه النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يقتل ملف البنات. مزمل الفقيري ده هو أكبر واحد قاعد يقتل ملف البنات. والآن مزمل الفقيري الدور اللي فات هنا ارتد ردة، قال شنو إنه الفقه الإسلامي كله فقه وسخ. البليد ده قال كده. والآن ده الرجل ده الهنا والكفير ده بيقول الناس ما بيعرفوا اللغة. في المناظرة كان قال الناس ما بيعرفوا اللغة، فمثل ما يعلم به يعلم يا شيخ. اتكلم كويس، انت ما بتعرف. اما جلب منفعة قال اما ما جلب منفعة. والحديث الرجل هو اسمه مازن. الحديث انه في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 243 كما في الحديث ولقد بلغنا أن الملائكة حين ما حملوا العرش فوقه الجبار فاستقلوا به من قدره وعطف ربوبيته، ولولا ذلك ما استقل بالعرش ولا الحملة فجسوا على ركبهم. إنه الرجل ده قال بيجيبوا إنه يستدل، قال ابن تيمية رد له بعد 4 صفحات. تعال قولوا من الدور اللي فات أنت ما تكوري يا بليد. ديل الناس بيقول للناس كذابين، ديل أكبر ناس كذابين. هسي دير نسمع الزول ده كذاب كيف؟ عينه قاعد يقول كيف يا هو قاعد خلي دقيقة ما قاعد يراجع ما قاعد ما تكركوا ما تكركوا خليه اسمع. حافظ قاعد تيجي ممكن يبقى 10 ساعات. علي يا شيخ دقيقة ما خليه قاعد تيجي ناس قاعد يراجع ما فاهمها. قالوا هو قبل ما يقولوا لي خليه قاعد يراجع. دقيقة دكتور عبد في الكود ده خليه يقرا ده. تقرا الليل والله كذاب الليل تجيب كذبك كيف؟ إذا فتح إذا فتح قم. خلاص يا هو دقيقة خلوه ذاته بيقرا ده. خلاص يا هو قاعد يقرا خلاص معلش خلاص خليه يتكلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الإخوة طلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس إن شاء الله مجوط المسائل دي بنرد عليها. والجنة ده المسألة الأخيرة انتوا فاهمين شيء يا جماعة؟ ما فاهمين شيء. شيب شخشخ زي الزول اللي فلا حاجة وعنده مزاج بشغل شريط فاضي زي ما في شيء. فاهمين شيء انتوا؟ أنا غايته فهمت في البداية بس قال أبو بكر أدب كذاب نشغل التسجيل. شغل التسجيل أبو بكر قال في التسجيل جيب دليل. جيب دليل دي مش فهمتوها؟ أسئلة كذب. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الباقي جيبوا بعدين قبل الولد ده قال الخنجر معلومة اهتدى. والخنجر نحن كايسين له. جيبوا حي ميت جيبوا بس انت جيبوا الخنجر. بعدين الناس لخبطوا لخبطة ثقيلة جدا. طيب قال مزمل الفقيري. اسمعوا الكلام ده كويس يا جماعة. طيب بعدين نبذ اخانا الفاضل مزمل الفقيري بنبذين. الرجل ده ذكروا بحاجتين، وإن كان الأول ده ما نبذ دي محمد بالمناسبة، والثانية في نبذ وكذب ساي. وأنا بجيب لك الكلام بالوثائق. قال
مزمل فقيري بنبذ في الجماعة. بنبذ ليه؟ عشان قال لك ده سجمان وده رمضان وده كذي وده كذي وده كذي، ولا يتكلم في أهل الباطل وأهل الضلال. أول شيء ديل بالعموم رب العزة والجلال قال في القرآن: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل شنو سبيلا. رب العزة والجلال يتكلم في بعض الناس وقال تعالى في القرآن: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل شنو الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى في القرآن: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل شنو الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بعدين الألفاظ دي البرعي قاعد يستخدمها، ده مش كتابه، ده مش البرعي. أي شتاي ما تجده يقول لك غيرت الموضوع وخرجت من الموضوع وبتنبذوا، بجيب لك السجمان من كلام البرعي ده براو قال كذي، وده البرعي ولا دي ما ياهو، ده ياهو ذاته. طيب بعدين الطبعة دي الطبعة الثانية 2003 والبرعي مات 2005، يعني حي ما في طريقة، الشغلة دي كاتمة شديد ما في أي طريقة. بعدين شوف الحاصل، قال سجمان عديل البرعي وجاب له حديث جديد كرت، ده برعي القوم. ده قبل قال الكتب والكتب، جاب حديث عديل البرعي جديد ولا بتلقاه. ذاك جا سفة أما قال لي البخاري ومسلم، في واحد بيجاي قال يكون في الترمذي، أها شوف ده بتلقاه في الترمذي. والله لخبطة ثقيلة خلاص، والله شغلة عجيبة ذاته لخبطة. طيب دي قصيدة يا نفسي أمرحي ولا أمرحي ولا شنو أمرحي. طيب مشى مشى مشى، قال عن الولي التابع، الولي الصغير اللي هو الدرويش تابع للولي الكبير، قال لا يضل لا يسلب لا يرى مكروه كمان، في رعاية الله ووقايته له أمان، والمنكر السجمان باء بالأسف ندمان. صفحة 39. المنكر شنو السجمان، ده برعي القوم. انت رايك شنو؟ دي مسألة. امش قدام جاب حديث عديل، قال دي كرامة لأحمد طيب البشير، قال فيها البيت رقم 8، قال صح ومتواتر عن الأب والجد، منها رؤياه للمصطفى أحمد جهرا عيانا قولا صحيح بأكد، كاتبة كذي. جاء شرح البرعي قال جاء في الأزاهير نقلا عما ذكره سيدي الشيخ صديق ابن عمر خان العمري السماني في كتابه المسمى النفحات السمانية، ونصه: قد دخل الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه الخلوة وهو ببلاد الريف مصر، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. رسول دخل عليه وين؟ في مصر، ما في مكة ولا المدينة ولا الطائف، في مصر. قال فوقف الشيخ على قدميه قابضا يديه على صدره متأدبا له صلى الله عليه وسلم، ثم قال، ده حديث عديل تقول كذاب، ده كذاب كذب على الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، وقد قال علي متعمدا فليتبوأ مقعده شنو من النار. قال ثم قال اللهم صل على سيدنا محمد لاهوت الوصال وعين الكمال. ده بخاطب في منه بيصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فالتكن عند ذلك لسانه من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه الكلام الجاي ده حديث ولا ما حديث؟ لو قال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل ومشهد الأسرار ومنبع الأنوار. فعند ذلك فتح الله عليه ببقيتها وجاءت صيغة من أحسن الصيغ لكلامه. ده أو وجاءت صيغة من أحسن الصيغ لكلامه إذا كانت الصيغة هي الفاعل، لكن وجاءت صيغة من أحسن الصيغ لكلامه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام:
تم لأحمد الطيب البشير صلاة. قال له ومشهد الأسرار ومنبع الأنوار. نحن دارنا نعرفها دي فيها كتاب من كتب السنة. كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى ودي كرامات جابها هنا من صفحة 40 ل 44. قال جاء في الأزاهير ومن عجائب إرشاداته وغرائب فيوضاته ما حدثني به الشيخ سعيد المسلمي قال سمعت سيدي الشيخ قدس سره يقول بأن أبا بكر ولد أبي القاسم الضوابي الجماعابي كان أخذ علينا الطريق وأقبلناه على الله تعالى فمات قبل أن يفتح عليه فما زلت أرقيه في قبره. برقيه جوا في القبر. قال فما زلت أرقيه في قبره والآن من وقت وفاته قد بلغ 16 عاما. قد أدخلته في هذا العام القطبانية فمن زار قبره 7 جمع لم تأكله النار. الكلام ده دين يدال لله تعالى به. تزور قبر الشيخ 7 جمع قال لك لم تأكله شنو؟ النار. وبرقي جوا في القبر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان وفي لفظ ابن آدم لكن في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. ده الصوفية تصف الناس الدعاة إلى التوحيد والسنة بالكذب. انت شوف الكذب الصريح هنا أنا جايك لي باقي الكلام. وقال كذب الثانية وقال مزمل كتل ملاف بالبنات. أنا ما عارف أدياته بنات. ده متزوج 4. ده تاني كان لقينا دار يتزوج بنفتح في بلاغ خليه بدع دي يكتب بها ملف وياتوا ملف ذاته. وده ساكن له في محل ما فيها ملف ذاته. أنا عارفه مشيت بغادي ما فيها ملف ذاته. بتشوف من بعيد هناك ولا في مواصلات والله يعينه. طيب والله النازل بنجروا لك وقت طوالي كتل ملف قال بالبنات ياتوا بنات يا ولد ده متزوج 4 خلي التفصيل وخذ بالإجمال. طيب عقبال الباقين أجمعين وجميع المتحدثين. طيب. بعدين أيوه السامعين أيوه. طيب قال عن الشيخ يحضر مريد في النزع والجبير للحجة يلقن بأحسن التعبير وليه يؤانس في الوحدة والشبير في جنات الخلد شاهد مولاه الكبير. الشيخ في النزع بيجيك في الجبير جوا بيجيك في جنات الخلد بتلاقيه هناك. الكلام ده دليله شنو؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشى قال الشيخ بيتقلب ل40 عديل كده. طيب البيت رقم 10 قال في مصر تجزأ لل40 أحد. ده أحمد طيب البشير بمدح فيه البرعي. بعدين هنا شرح قال البيت رقم 10 هنا 10 قال جاء في الأزاهير أن رجلا من أهل بلاد الريف يقال له علي الصعيدي قال لما دخل سيدي الشيخ رضي الله عنه بلادنا وافق دخوله شهر رمضان فطلبه في يوم واحد نحو 40 رجلا من تلامذته للإفطار عندهم وذلك من غير علم أحد منهم بطلب الآخر. فلما غربت شمس ذلك اليوم وآن وقت الإفطار تطور الشيخ على عدد تلامذته المذكورين وحضر عند كل واحد منهم. في مصر تجزأ لل40 أحد. من واحد الشيخ بقى كم؟ 40. الكلام ده يا جماعة بجوز في شرع الله تعالى ولا في خبر جاء في كتاب الله؟ يا أخي الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صحابة ما تقلبوا 40 جاءت ملائكة من شنو؟ من فوق إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. ملائكة جاءت من فوق تقول لي يا أخي الشيخ انقلب ل40 ومشى ضرب 40 عصيدة ولا 40 كوباية ما معروف. في النهاية ده كلام الصوفية ده لكذب خلق الله سبحانه وتعالى والله الذي لا إله غيره. ونحن عداوتنا ما مع الصوفية براون. الصوفية دل ما تراهون ناس عارفة ضلال. هسي لو زول وقف في الجامع قال يا جماعة السلام عليكم وعليكم السلام ونحن طبعا
في هذه اللجان في هذه المساجد قررنا إنه ننظف الشوارع، وحقيقة ثم إنه في المرحلة القادمة ينبغي للكل أن يتطوروا وأن ينبثقوا من هذه الأطر التي تمت خماسية. ده بكون شنو؟ ما بكون أخو مسلم معروف، أنا سميته أنتوا بتعرفوه، ما دي شغلتهم. لو واحد تاني وقف قال ونحن جدنا حرر البلاد دي، كرري تحدث عن رجال كالأسود الضارية خاضوا مش ياهوه. طيب واحد ثالث وقف قال يا جماعة الناس تخرج ونحن جايين من باكستان ومن الهند وعندنا مسجد بلال هنا في جبرة، مش بلاغاتية. واحد رابع وقف قال يا جماعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد إن شاء الله الخميس عندنا حولية وفي فتة مردومة والرز ما قادر أقوم وكذا إن شاء الله في توم برضه. ديل شنو؟ ديل مش دراويش. الطلبة عارفين الحاصل ده. لو واحد واقف تاني وقف واحد وعنده علامة جودة وماركة إذا صح التعبير وبعدين قال يا جماعة الناس توحد الله، ما تنادي الشيوخ، الناس تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس ما تبقى في أي جماعة، لا أنصار سنة لا صوفية لا أخوان مسلمين ولا سرورية ولا تكفيريين ولا أي جماعة، كتاب وسنة بفهم السلف. ده بكون شنو؟ مش سلفي. الدعوة دي ما واضحة، فنحن شغلتنا ما معاك انت براك يا صوفي، انت صاح العدو اللدود حتى تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. بعدين خنجوري العاجبك ده اللي بيدرس بيجاي هنا، خنجوري ده وشالوه، شكرا لهذه الجامعة شالوه جابونا نحن بدأ العجلة واحد فوق واحد تحت. موضوع واضح جدا والله من فضل الله سبحانه وتعالى. ما الله قال كذي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ما نحن إلا برانا قد نكون منهم، ولكن في النهاية الأرض دي بيمسكوها ناس موحدين ومتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام وهم على المنهج القويم. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ده بقول غير الله بنزل مطر عديل بيجيب مطر كذي كر، ودي ما عقيدة الخنجر براو. الختمية ذات جابوا كرامة لواحد اسمه عبد الله العيدروس هناك في كتاب فيوض البحور المتلاطمة، وتقرأ كتبنا النور البراق تلقى الكرامة دي والله الذي لا إله غيره. قال من كراماتي أنه دخل عدن في اليمن فقال يا سماء أمطري لبنا فإني في عدن، أمطري لبن أنا في عدن. قال فأمطرت لبنا كر جابته لبن عديل سما والله الذي لا إله غيره. ورب العزة والجلال يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالصوفية على ضلال يدعون الناس إلى أن غير الله يعلم الغيب ويستغاث بغير الله وتعلق الحجبات وتنادي الشيوخ وتمشي الجباب وتتبرك بالأتربة وعقائد منحرفة حوليات ودراويش وبلاوي ثقيلة ما أنزل الله بها من سلطان. جماعة ثانية بجاي جماعة الإخوان المسلمين دل من قادتنا الكبار، دا قاعدين حسن البنا قاعدة مشهورة ومنسوبة له، فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. شغل مخالفة للآية ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تمش تلقى سيد قطب ده لا خلى عثمان رضي الله عنه، لا خلى عمرو بن العاص، لا خلى معاوية رضي الله عنه، لا خلى بجاء الصحابة. تمش قدام قبليهم لا خلى أنبياء، لا داود عليه السلام، لا سليمان عليه السلام، ما سلم منه موسى عليه السلام الكليم. وديل كلهم ده منهج سيد قطب. تفسير لا إله إلا الله ذاته لا حاكمية إلا لله، كلام ذاته لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ديل بجنبه تجي بجاء السودان ترابي ده من جماعة الإخوان المسلمين، رضيت أبيتهم إنهم لا خلى عذاب قبر، لا خلى شرات ساعة، ده كلهم. وإن كان بعض يردوا عليه بعضهم يتبرأ منه وبيرد عليه، لكن في النهاية تبقى مناهجهم الباطلة المنحرفة في لبس الحق بالباطل ومعاداة دعوة التوحيد وأهل التوحيد. تمش بجاي جماعة التبليغ
ده الموضوع أراح أمرق وإلى آخره وتمرق معانا، ده من أكبر أهمياته. ونحن ما دارين إنك تمرق زي ده، إنك تتعلم وتبلغ الدعوة في الأهل وفي الناس. وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بعد ذاك تاني تنشر الدعوة بين بقية الناس وتبلغ توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. خليت الجماعات دي كلها هي في واحدين دارين يظهروا جديد، ده اللي يسمون الشيعة الرافضة، دارين يظهروا في البلد دي جديد بغادي وكذي، سب للصحابة وطعن لزوجات في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، والقرآن محرف عندهم، لعنهم الله قاتلهم الله سبحانه وتعالى، قاتلهم الله. خلي لعنهم الله دي يمكن يتوبوا الله يرحمهم، فدي مسألة من المسائل. ديل بجنبه تامش ديل كلهم تخليهم في جماعة بتشبهنا وكنا معاهم خليناهم، وديل اخواننا ما يبردوا الكلام فيهم. والله الذي لا اله غيره، ما تقول الشغله دي وضحت، لسه في ناس ما وضحت لهم. الناس دارين ضرب ليل نهار، هؤلاء الحزبيون ليل نهار وهم اعداء للسلفيه، وان انتسبوا للسلفيه اعداء لها. والله الذي رفع السماء، لانه الليله لما تقرر السلفيه وتدعو الناس لعلماء السلفيه، هم بيلمزوا بجاء العلماء بغادي يشكروا لك الساقطين والمنحرفين بجنبه. بعد شويه يظهروا فيهم قاده من قاداتهم واحد يسب الصحابه، هذا بيجاي وده ما بنسكت منه. والله الذي لا اله غيره، شفت جلدهم اصله ما يبرد، ان جلدوا كده ويسخنوا ويكوركوا زي زمان في الاذاعه. هؤلاء شباب ظهروا في فتنه بغادي في الجريف، في واحدين وبيجاي في الجريف وجات فيهم درمانيا، واحدين سكنوا في الفتحاب وراحلين برضه، ما في اي طريقه ردم كده دي شفتها حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، تلقاه هناك وبعدين في الجرافه برضه وفي ام درمان وفي بحري والخرطوم وفي كل مكان، وتحذير ليل نهار دعاة الباطل. ده زول بيسب في الصحابه قاعد لسه وقائد من قادتهم، 7 دين لمعاويه رضي الله عنه، وبقيه الصحابه الفتنه وما الفتنه خش فيها ويكرعوا ويدوا وبانحراف، والعلماء ناصحوا وبينوا وذكروا الحق والادله، ومع ذلك هو يصر على باطله وقاعد في الجماعه. تاني الراس بتاعه ذاته مشى للصوفيه في محلهم، مشى لهم هناك مع امام الحرم، مشى مع اسماعيل عثمان ده محمد مصطفى، بعدين ذاك مشى للكباشيه اكلوا سوا، اكلوا هاي قلبوا الرز اليوم ذاك، فانت وين؟ ما جو شغله الجماعه جو وكذا قلبوا الرز مائده كبيره. والله ان شاء الله كانوا مسيسي تمرق لكم من جوا، تبي تلعبوا يا اخي، تمشي تاكل مع صوفيه وتجيبوا بجاي جاء مرشد السمانيه جاء في البرنامج بتاعهم توزيع مصاحف وكذا، وده مقتنع بالمصحف. ان سالته قلت له يا سماني ده كتاب الله، بقول لك هاي ناخذ جوا نشوف القران فيه شنو. مما تبدا من الكتاب، اول امر في الكتاب يا ايها الناس اعبدوا ربكم، بيصير عكازه ده تبتكرمه، ده بتكرمه ولا تهينه. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، تذلهم دل يا اخي. زول النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك، كل بيمينك، بياكل بشماله. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فقال الرجل لا أستطيع، فقال له لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. الزول قال له كل بيمينك بياكل بالشمال، قال له لا استطعت، يقول ما بستطيع، لا استطعت، يده تاني ما رفعت فوق، انتهت خلاص. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واحدين افتوا من غير علم، فقال في مسألة معينة، فقال قتلوه قتلهم الله، في سنن أبي داود وذكره الألباني رحمه الله تعالى. ديل تشيد عليهم ولا تبين دعوة الله سبحانه وتعالى، ولا تمشي لهم في محلهم وإلى آخره وتجيبهم بجاي. وذاك بهذا الجبراوي برضو نحن من زمان من بدري عندنا مع بيوتات الصوفية وتعاون ضد الخطر الأكبر. خطر الأكبر أكبر من التصوف يا أخي، خطر أكبر من الصوفية الموجودين اللي أفسدوا عقائد الناس، والله الذي لا إله غيره. فلذلك هؤلاء أيضا انحرفوا، في جماعة أنصار السنة برضو انحرفوا. ده محمد الأمين إسماعيل كلام
في الحكام في المنبر، وده مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. واحدين من برا كاتبين منشورات مين ومين 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 أولاد صغار، من زمان وصار سنة معروف بتنصح الحكام في المنابر، ولا ده السنة متكيفين بجنبه، والله الذي لا إله غيره كاتبين منشورات. فدي كلها مصايب ومخالفة لمنهج السلف وللسلفية وتناقضات. نتعامل مع الأخوان المسلمين، ونتعامل مع السرورية، ونتعامل مع الصوفية ضد شنو؟ ضد الشيعة. طيب السلفيون ودعاة التوحيد ودعاة السنة ديل كيف تتعاون معاهم؟ والله ما يجوا جامعنا ده ذاته، ونحن ما بنتعاون معاك ذاته. انت فتحت لنا الباب، ما بنتعاون معاك حتى تتوب وترجع إلى الله تعالى. فنحن نصيحتنا عشان ما الشباب يعرفوا التوحيد والسنة من هنا يقولوا خلاص معناه نحن الناس ديل دريبون صح تاني نجي منابر انصار السنة. لا ما تجيون ديلك ذاته كعبين، كل الشغلة دي ملخبطة. هنجيكم انتوا والله انا اسمع الحق ومش لا نبقى معاكم تسجيلات، ما في تسجيلات ذاته. نحن شطبين، كلنا شطبونا برا، وفي واحدين ما شطبون خالينا لكنهم برا غايته شغله برا. وانا كانوا في اتصالات بيجيني، عملت محاضرتين، الثالثه جايه قريب ان شاء الله، عملت 2 تاني ما في تلفون جاني الحمد لله. الثالثه دي بعد تجي ان شاء الله، زول ذاته يمكن ما يلاقيني. وانا لقيت في ناس بتاع اللخبطه، الصوفي ده اللي بيرجف هنا، الجبر جف ده زي جبال زي وانصار السنه بتاع المره اللي فاتت ذاك، او التابع ذاك ابو دقم ما اعرفه تابع لانصار السنه ولا لغيره. المهم ذاك المره اللي فاتت سلم علي برا، وين يا شيخنا؟ قال لي يسماني. لا قلت له انتوا شيوخنا من باب التواضع يعني، وانا ذاتي ما زول صغير. المهم جيت بقى جوا، خش هنا دي نبزني برا هنا دي بس جنب الباب. قال لي وين يا شيخنا؟ خش جوا هنا دي سخن مع مزمل خربها مرة واحدة، وهذا مطأطئ راسه، وما تقطع راس يعني فيها شنو؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض شنو؟ هاو ناس بطأطئ راسي ماشي متواضع زي الله يجعلني من المتواضعين والمنكسرين له سبحانه وتعالى. الصوفي ده ذاته الخشة بيرجف ده، والله جيت من هناك قام عليه حلو سلم علينا ذات راسي شطب. أنا سبحان الله من نفسي كذا الزول ده استنكرته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها شنو؟ اختلف. زول تلقى تالي يسلم عليك تنشرح معه، تشوفه كذا بيسفته يدعب الدس كذا دي ويجي يسلم تنشرح معه، لأنه عقيدتك مع عقيدته تمام. ده والله بتكسيره، وشفت شكله ما طبعا ما ظاهر شيء. بعدين أنا شفته لما قام سلم كذا، قلت يا أخي زول سلم بيجانا. قالوا زول بعد شوية جاني هنا قاعد يطاعن، خش على الزول ده مزمل بيتكلم ولا أخونا مازن بيتكلم، خش على الزول ده وقول لي كذا. أقول له شنو يا زول عملت؟ قلت له سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، مشى طوالي. وصدق الله من شر الوسواس الخناس، يوسوس تذكر الله بيتخنس طوالي، وإن كان هو ما شيطان رجيم، لكن في النهاية بلاوي. بعد خش هنا بقى ضدنا. أنا ما أعرف الناس زي اللخبطة دي سببها شنو، والله الذي لا إله غيره. فلذلك تبقى على التوحيد وعلى السنة، وشق الدرب ده حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن هذا دين الله ليس دين فلان أو علان والذي شرعه، وإنما شرعه الله سبحانه وتعالى، ويمضي بين خلق الله الذين يسخرهم لنشر دعوته. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.